الست اللي قدامكم دي شاركت في واحدة من أكتر الجرائم رعب في تاريخ مصر. جريمة بتأكد إن الطمع والغيرة والغل ممكن يكونوا أسوأ صفات في أي بني آدم، والجريمة دي بعد ما تسمعها هتعرف إنك ما ينفعش تثق في أي بني آدم مهما كان قربك منه. لو عايزين تعرفوا القصة الحقيقية للجريمة دي وإيه اللي حصل فيها كملوا الحلقة دي للآخر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أنا رامز عادل وده في ظروف غامضة. الحكاية بتبدأ بأسامة توفيق صبور اللي اتولد سنة 1993 في محافظة الشرقية، وهو ما شاء الله عليه من وهو طفل صغير كان ولد ذكي جدا ومهتم يكون متفوق في دراسته، وكان عنده حلم ان هو يبقى دكتور. وفعلا بعد ما خلص المدرسة ابتدى يمشي في الطريق ده لحد ما جاب مجموع ودخل كلية طب جامعة الازهر، وتخصص هناك بعد كده في قسم العظام، وفضل يجتهد اكتر لغاية لما اتخرج من الجامعة بتفوق. واهله طبعا كانوا فرحانين بيه جدا، وبعدها جاله التعيين في مستشفى معهد ناصر للبحوث في الساحل في القاهرة. وخليني اقول لكم ان الناس كلها هناك كانت بتحبه في منطقته لانه كان بسيط وطيب جدا، وكانت حياته من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، وكان بيرجع يذاكر اكتر عشان احلامه الكبيره، وكان بيشتغل على نفسه عشان يكون احسن. وهدفه وقتها انه كان يشارك في عياده كبيره، وفعلا بمساعده ودعم من اهله عرف انه يدخل شريك في عمل عيادات متخصصه في العظام، وشريكه كان واحد صاحبه من ايام الجامعه اسمه احمد شحته. وحابب اقول لكم يا جماعه ان الدكتور احمد ده كان عامل زي اخوه بالظبط، وعشان كده اسامه ما كانش بيخبي عنه اي حاجه. واسامه حكى لاحمد انه نفسه يعمل مركز تاني بس يكون باسمه المره دي لوحده، واحمد كان عارف ان ليه اخ في السعوديه وقال له انه فاتحه في الموضوع، واخوه وافق يبعت له فلوس عشان يفتح المركز اللي نفسه فيه. وفي الوقت ده الحاجه زينب ام اسامه طلعت لابنها التاني في السعوديه عشان تعمل عمره، وطول الفتره دي امه كانت بتتصل بيه عشان تطمن عليه. وفعلا في يوم من الايام كانوا بيتكلموا لغايه لما خلصت، وكلمته يوم الاحد اللي كان موافق 4 يونيو، وقال لها يومها انه معجب بواحده جدا في المستشفى وعايز يتقدم لها قريب. وطبعا الام فرحت قوي بالخبر ده، وقالت له انها اول ما تنزل مصر هتروح تاخده ويتقدموا لها على طول. وبعد ما قفل مع والدته قال لواحد من زمايله انه متفق مع واحد صاحبه انه هيجي له المعهد بكره عشان يديله بدله عشان يروح يحضر بيها فرح في التجمع الخامس. بس اثناء ما هم بيتكلموا جات لاسامه مكالمه من حد ما يعرفوش، وبعد ما اتكلم على طول راح لزميله وقال له انه لازم يستاذن ويمشي دلوقتي نص ساعه وهيرجع تاني على طول. واليوم اللي بعده جه صاحبه فعلا وعدى عليه زي ما اتفقوا عشان يديله البدله، بس ما لقاش اسامه. ولما بدا يسال الناس عليه قالوا لا ده نزل امبارح وما رجعش من ساعتها. وطبعا طول الفتره دي امه واخوه كانوا عمالين يتصلوا بيه، بس اسامه ما كانش بيرد، يوم وتاني وتالت وما كانش بيرد، لحد ما دخلوا حساباته على النت وبداوا يشوفوا لقوها كلها مقفوله ومفيش اي تفاعل برضه. ده غير كده ان ما كانش فيه اي حد من قرايبه عارف عنه اي حاجه. وهنا الام طول الفتره دي كانت عماله تقول طب هو حصل له مشكله، طب اتحبس، طب عمل حادثه. كانت يا عيني قاعده بتدور على اي معلومه توصلها لابنها، وعشان كده قالت لازم تنزل مصر على طول تدور على ابنها بنفسه. وفعلا بعد ما نزلت بكام يوم اتصل بيها رئيس المباحث بتاع المركز بتاعهم وراح لها عشان يستجوبها ويعرف كل التفاصيل بخصوص اختفاء ابنها. وفعلا هي قالت له عن كل حاجه تعرفها. وبعدها رئيس المباحث خد اللابتوب بتاعه وفتش مكتبه على امل انهم يلاقوا اي ورقه تفيده في التحقيق، لكن بعد ما خلصوا مشوا وما لقوش اي حاجه. وبعد 10 ساعات بالظبط من وقت تفتيش كلموا ام اسامه وقالوا لها تعالي استلم ابنك من المشرحه. والام طبعا جالها حاله من الذهول والصدمه ومش مصدقه ان ابنها ممكن يكون هو اللي جوه المشرحه، اكيد دي غلطه او اكيد في شيء مش مظبوط. وفضلت تكلم نفسها شويه، بس فعلا راحت مشرحه زينهم وهي رجلها مش شايلاها وبتخبط في بعضها. وهناك للاسف كل مخاوفها كانت صح، ولقيتها جثه ابنها. وطبعا خلينا نرجع فلاش باك عشان نعرف الحكايه او الشرطه ازاي كلمتها بعد ال10 ساعات دول، واستعدوا عشان التفاصيل اللي جايه من القصه هتكون فعلا مرعبه. اول حاجه البوليس عملها كانت انهم راحوا المستشفى اللي اسامه بيشتغل فيها، وهناك من خلال كاميرات المراقبه عرفوا ياكدوا هو امتى دخل وخرج من المستشفى. وبعدها بداوا يتتبعوا تليفونه عشان يعرفوا اخر منطقه كان فيها قبل ما تليفونه يتقفل خالص. وهنا اكتشفت الشرطه انه كان في منطقه الساحل بتاعه رود الفرج، المكان اللي كان فيه عياده اللي كان عاملها مع زميله احمد شحته. وفعلا هم راحوا اول ما دخلوا عياده ما لقوش فيها غير دكتور واحد بس، وساعتها سالوا عن الدكتور اسامه واحمد شحته، لكن رده كان غريب وقال لهم ان الاثنين دول بقالهم فتره كبيره مختفيين ومحدش فيهم بيجي هنا ولا يعرفوا عنهم حاجه، بس هو كان فاتح العياده لحد ما حد منهم يظهر. وبعدها الشرطه ابتدت تفتش العياده بس ما لقوش اي حاجه في الاول، بس لاحظوا ان المكان ريحته وحشه قوي وما كانش يعرفوا ايه مصدر الريحه دي ولا جايه منين، بس بداوا يشوفوا ان في اعمال جبس في الارض كانت لسه معموله جديد.
وساعتها رئيس المباحث سأل الدكتور عن الحاجات دي، بس الدكتور قال له انه ما يعرفش عنها حاجه، وانه بيجي هنا ولقاها زي ما هي كده. وبعدها راحوا سألوا صاحب الشقه نفسه، وساعتها صاحب الشقه قال للدكتور احمد شحته هو اللي كان طالب الحاجات دي بنفسه. وفعلا راحوا محل حداد الشريف، وعرفوا من الراجل هناك ان احمد لما اشترى الحاجات دي ما كانش لوحده، حتى كان معاه حد راجل مجهول، وانهم طلبوا الحاجات دي من شهور مش من قريب. وساعتها رئيس المباحث شك اكتر وقرر انه يرجع للعياده، وابتدى يدقق اكتر وهو بيشوف كل حاجه، لغايه ما عينه جت على منطقه معينه في السيراميك، عشان في الحته دي كان في بلاط بشكل مختلف عن بقيه البلاط اللي موجود في الشقه كلها، واللي خلاه يشك اكتر ان البلاط ده جديد، وده كان فوقيه سجاده متغطيه، بمعنى انه محطوط عشان يخبي حاجه جواه او يخبي حاجه تحته. وساعتها رئيس المباحث قرر انه هيشيل البلاط، وعايز اقول لكم انهم لما شالوا البلاط وحفروا لقوا جثه اسامه، والتقارير بينت انه عليه كدمات بسيطه، بس ده ما كانش سبب الموت، لان السبب كان جرعه زياده من المخدر. الشرطه بعدها رجعت تاني وراجعت كل الكاميرات، وحاولوا يتتبعوا تحركاته من ساعه ما خرج من المستشفى لحد ما وصل للحته دي، وساعتها فضلوا يمشوا وراه لغايه لما شاف الدكتور اسامه طالع عماره، وكان باين عليه انه كويس جدا وشكله عادي ساعتها. وبعدها بفتره لقوا 3 نزلوا من الشقه، احمد شحته وراجل مجهول مش عارفين هو مين لحد دلوقتي، ومعاهم اسامه بس على كرسي متحرك، ولبسه كان متغير وشكله كان متخدر او ميت. والبوليس ما كدبش خبر وراح على العماره على طول، وفعلا فرغوا الكاميرات بسرعه، وشافوا وقتها في الكاميرات ان في واحده ست غريبه دخلت العماره، وبعدها دخل على طول الدكتور احمد شحته وطلع معاها، وكان معاهم شخص ثالث بس مجهول لحد دلوقتي. وفي خلال ساعات عرفوا ان البنت اسمها ايمان محمد، والشخص المجهول اللي كان معاه الدكتور كان ممرض عنده اسمه احمد فرج. وطبعا اول ما عرفوا بدأوا على طول يدوروا على اماكن ال3، وفعلا عرفوا يلاقوا ايمان اول واحده، وساعتها كانت في بيت اهلها اللي كان موجود في الشرقيه. وبعدها على طول لقوا احمد شحته اللي كان في محافظه المنيا في الصعيد وكان مستخبي هناك. وبعدها لقوا الممرض اللي كان معاه، واول ما الشرطه جابتهم فتحت معاهم تحقيقات. وعايز اقول لكم ان ايمان قالت حاجات فعلا صدمتني، قالت انها متجوزه من دكتور احمد شحته جواز عرفي وبقاله كتير، لكن المشكله مش هنا، هي المشكله انه مفيش اي اوراق تثبت حاجه زي كده، وانهم ما اعلنوش على جوازهم عشان المشاكل الماديه. وعايز اقول لكم ان المشاكل الماديه دي هي اللي خلت الدكتور احمد تجيله الفكره الشيطانيه دي، وهو انه يخطف صاحبه الدكتور اسامه ويطلب من اهله فديه بحوالي 200,000 دولار، عشان فاكرين لما قلت لكم ان اخو اسامه كان بيساعده في فلوسه، وفاكرين لما قلت لكم ان اسامه نفسه كان بيحكي كل حاجه لاحمد شحته عشان كان بيعتبره اخوه الكبير. وفعلا للاسف هم بداوا في تنفيذ خططهم الشيطانيه، واول حاجه عملوها انهم جابوا خط تليفون جديد لايمان وقالوا لها على عنوان شقه اجروها، وبعدها خلوها تكلم الدكتور اسامه على اساس ان امها مريضه ومش بتعرف تتحرك من البيت، وانها محتاجه كشف منزلي، وانها هتتصل بيه او تقول له انها تبع دكتور احمد عشان يثق فيها. وفعلا بحسن نيه الدكتور اسامه راح عشان يعالجها، وحتى كاميرات المراقبه كانت جايه ومبينه انه جاي يمد بسرعه عشان عايز يوصل لها. واكد الكلام ده كل الكاميرات اللي موجوده في الشقه اللي متاجره اللي كانوا ناويين يخفوا فيها اسامه. ولما جه ينزلوا من الشقه عشان ينقلوا العياده حقنوه بمخدر، ولما ابتدوا يحسوا انه هيفوق حقنوه تاني لحد ثالث مره، بس المره دي البنج كان كتر منهم قوي للدرجه انهم ممكن يدخلوا في غيبوبه او يسبب له سكته قلبيه. وعشان كده اول ما وصلوا للعياده حفروا حفره ودفنوه حي. وطبعا اول ما الجريمه دي ظهرت للنور الدنيا اتقلبت وما عادتش، والقضيه اتحولت لقضيه راي عام، وكل الناس اللي كانت شايفه ال3 متهمين دول كلاب فلوس. لكن الدكتور احمد ما كانش طمعان بس في الفلوس، ده كان عنده حاجه اسوأ بكتير وهي الغيره، لان الناس كلها كانت بتحب الدكتور اسامه، وقت عيادته كانت بتبقى الدنيا زحمه جدا، وكان اشطر من احمد بكتير. بس المرعب ان قبل ما يعمل الجريمه دي دكتور احمد كان عنده كذا عياده في نفس المنطقه، لكن دكتور اسامه كان عنده عياده واحده بس وشريك فيها مع دكتور احمد. وفي 2 سبتمبر 2023 ال3 متهمين دول كانوا في القفص. وعايز اقول ان الجلسه دي اتقال فيها حاجات كتيره قوي. اول ما القاضي خرج ال3 متهمين وسال احمد شحته عن اللي حصل وهل فعلا قتلوا اسامه ولا لا، وساعتها احمد رد وقال ما حصلش وما قتلوش. ولما سالوا احمد فرج وايمان قالوا نفس الكلام. لكن الغريب هنا انهم كانوا معترفين بكل حاجه قبل كده في التحقيق، وما كانش مجرد كلام وبس، ده هم قالوا كل تفاصيل الجريمه بحذافيرها. ده كمان عايز اقول لكم حاجه غريبه، وهي ان محامي ايمان طلب انهم يفرجوا عنها. طبعا المحكمه رفضت الطلب ده رفض قاطع، وكل ده كان بيحصل والحاجه زينب ام اسامه كانت قاعده. وفي الاخر القاضي نبه عليهم ان الجلسه الجايه هتكون الجلسه الاخيره اللي هيحددوا فيها مصير المتهمين، وميعادها كان 3 اكتوبر 2023 اللي فات.
ويوم 6/11/2023 اتحكم على دكتور احمد شحته والممرض بتاعه احمد فرج بالاعدام شنقا. وخليني اقول لكم ان في حلقه كامله هتتعمل عن طرق الاعدام في العالم كله. واتحكم على المتهمه الثالثه ايمان بالسجن المشدد 15 سنه مع الشغل والنفاذ. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهره فوق قدامكم دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصه تانية هتلاقي اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير للحلقه لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهايه، لسه في كتير وهنتقابل تاني في ظروف غامضه. استنوني، سلام.